يا هلا ومرحبا فيكم. وبسوي معاكم خبز محشي بجبنة الموزاريلا وجبنة الشدر. عندي هني كيلو طحين متعدد الاستعمالات، عندي قفشة ونص خميرة، عندي كوب حليب بودر، وعندي قفشة ملح كبيرة وقفشة ونص شكر. الحين راح أعجنهم بماي من وكالة جويو. لا أضحك معاكم بس على أساس الكتبة هذه جويو. فأول شيء أبتدي أخلط المكونات الجافة مع بعض. وعقب راح أصب عليهم الماي وأخمر العينة ساعة إلا ربع ونشتغل فيها عقب. ابتدي الحين اعجن، وكل ما حسيت الطحين يبي ماي ازيد، يعني نخلي العجينه مرنه. عجنتها الحين عندنا زيت زيتون او زيت عادي، نحط عليها تقريبا 3 قفاش ونبتدي نكورها ونخليها تختمر ساعه الا ربع. العجينه عندي هني اختمرت، الحين راح اكورها واجهزها. وعندي هني جبن الموزاريلا مع الشدر خلطتهم مع بعض، وبعد ما اكورها واحشيها هني حطيت طحين، رشيت طحين هني، وراح افردهم واسويهم خبيزات وعلى النار. بعد ما كورتهم حشيتهم بالجبن وخليتهم يرتاحون تقريبا مدة ربع ساعة. الحين عندي بعد ربع ساعة العجينة هذه شوي انتفخت، فراح ارقها شوي شوي لان فيها الحشوة، راح تنرق وتصير خبزة. على النار الحين عندي بخاخ الزبدة، يلا رشي بس. ايوه المقلة اللي تبونها سادة، تبونها كذي مضلعة. وهذه الخبزة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخبز اللي سويته هذا الحين على النار. هذا الخبز وجهز، وما شاء الله تبارك الرحمن لين حلوة. وعندي هني حطيت كزبر اللي هو الكزبرة الخضراء المفرومة، ومع البقدونس وهذا الثوم شوي، وامزجهم ومع زيت الزيتون. ونبتدي عاد ندهن بالخبزات مع قلاص الشاي ولا بطل البيبسي، ويا سلام علينا وعليكم ان شاء الله بالعافية حبايبي.